النهارده هعمل عزبان اللي كلكم بتقولوا عليه ممبار. شوربة المجادم اللي تقولوا عليها كوارع. اول حاجه احط الزيت في الحله واحط عليها البصل عندي هنا حوالي كيلو الا ربع، والطماطم نفس الكلام برضو كيلو الا ربع، والعزبان كيلو، وبعد التنظيف صفصف على 600 جرام. والرز 4 كوبايات عاملين كيلو ربع. البصل والطماطم بعد ما ضربتهم في الكبة شلت منهم حبة صغيرين كده نيين، يعني انا هسوي الكميه كلها ما عدا بس ايه حبه بصل وحبه طماطم نيين اهم في الطبق اهم على الشمال. الرز عندي مغسول كويس ومتصفي ومش منقوع. البهارات بقى المشكله عندي معلقتين كزبره ناشفه، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، 4 معالق نعناع، ومعلقتين بهارات مشكله. انا عن نفسي بستخدم الضحى، هي افضل حاجه. وحطيت الملح، حطيت على الخلطة مثلا زي معلقتين، وال4 كوبايات رز خدوا 4 معالق، يبقى كده معايا 6 معالق. ودول البصل والطماطم النيين اللي انا جنبتهم على جنب. ودول معلقتين صلصة. والخضرة دي عشان الحزم دلوقتي بقى فيها كام عود بس كده، جبت 15 حزمة مشكلين. اخر حاجة احطها الزيت وهقلب. العصبان عندي انا جايباه متنضف جاهز، وقطعته كله الطول ده كده، وهبدأ احشي. رز المحشي عموما بلاش تنقعوه، يعني خلوه يشرب من مية الخلطة احسن ما يشرب المية بتاعت النقع. ولازم يتبطط كده عشان العصبان بيكش والرز بينفش، فلو كبسناه جامد هيفرقع في المية. ولازم اسيب فراغ من ناحيتين لازم. وهنا بقى هعمل البوبس اللي هو الكور. هبتدي اربط كده، بس في بوبسية فرقعت مني عشان كانت يعني مكتومة جامد. فافضل طريقة ان احنا نربطه من النص الاول، وبعد كده نبتدي نفرد من الجنبين زي ما انا هعمل تالت واحدة دي اللي قدامي. هربط كده من النص الاول، وبعدين هبتدي افرد يمين وشمال وهكذا. وهربط وهفرد وهربط وهفرد. ده بقى عندي فلتر هحط فيه الحبهان والقرنفل، عشان بس ايه يعني لما اجي اصب الشوربه ما تطلعش لحد في الطبق بتاعه، بما ان شوربه العصبان ما بتتصفاش وهي بتتصب. معايا بقى الحله اللي هسوي فيها العصبان، فيها ميه سخنه، حطيت عليها بصلايه مقطعه وطماطميه مقطعه، واعواد الثوم اللي انا بخزنه من السنه للسنه، وورق لورا، والفلتر اللي فيه الحبهان والقرنفل، ونزلت فيه العصبان واحده واحده كده، وحطيت شويه دبس رمان كده يدي الشوربه شويه مزازه، وحطيت ملح. وهنا بقى هعمل كام عصبانه كده حامين مقطع عليهم فلفل حامي، وهسويهم لوحدهم. هنا خلاص العصبان قعد معايا على النار حوالي 40 دقيقة، وما شاء الله ما فرقعش مني غير بوبسية واحدة بس. هحطه كده في مصفى، وبعد ما هيتصفى كويس هبتدي احمره. هحط شوية ملح في الزيت عشان بس ايه تمنع الطرطشة. مش لازم الزيت يبقى غزير. هياخد وش معايا كده وهقلبه. وبعدين باقي الكمية اهي هعملها وهديها تحميرة زيادة، لان احنا في البيت اذواقنا مش زي بعض. هنا خلاص عندي خلاص، وشلت الفتل بتاعه البوبس وقصيته بالمقص.
وكده عندي العزبون جاهز.